ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو مش عادي ومختلف عن السلسله اللي احنا بنقدمها. فيديو النهارده هيكون صراحه في اسئله محرجه واسئله محرجه جدا. يبقى قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه، عايزين نوصل اكبر عدد من المشتركين. شايفك انا ما دوستش لايك وعملت اشتراك. اعمل. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم. ده بالنسبة بقى للتغيير الفيديوهات. في فيديو تاني إن شاء الله هينزل بكرة. ترقبوا القناة بقى، ترقبوا القناة في فيديو تاني إن شاء الله هينزل بكرة بعد الفيديو ده. النهاردة هتبقى فيه أسئلة صعبة أوي أوي الصراحة يعني. جهز نفسك. صراحة أنت اللي هتجهز نفسك عشان في كام سؤال كده لهلوبي. بص، دي اسئله احنا جايبينها من على جوجل، يعني لا انا مجهز حاجه ولا هو مجهز حاجه، فنختار عشوائي ونسال بعض. لايك لايك. يلا ابدا يا كبير. أنا أبدأ؟ ابدا. ماشي يا عم. بص يا سيدي، ايه اغرب طبق اكل انت اكلته في سفر مثلا؟ بص، هو انا جربت اكله غريبه بس معرفش انت ممكن تخطر في دماغك ولا لا. دي اللي هي بتاعت القاهره؟ لا مش بتاعت القاهره. بتاعت القاهره يعني؟ مش بتاعت القاهره بتاعت لا. التسمم. ماشي. لا مش بتاعت القاهره. اه. بص، مم. انا جربت اعمل اندومي، عارف الاندومي طبعا. اه. تمام. مش انا. بيض مسلوق ولحمه وشوربه. بص، انت هتجيب الشوربه بتاعت اللحمه، تمام، وهتحط فيها الاندومي، تمام، وهتجيب البيض المسلوق تقشره وتحطه مع اللحمه. فكده ايه؟ اندومي بشوربه اللحمه، مش بالميه بتاعته، ميه اللحمه وفيها لحمه وفيها بيض. دي تاكلها من هنا، بس الحمد لله لسه عايش لحد النهارده. الحمد لله يعني. الحمد لله. بس الناس اشتكت في الصرف الصحي صح؟ ما اعرفش دي ما اعرفش ايه، انت اكيد بهدلت الدنيا. دي كلها شكليات. اما انا عارف يلا الحمد لله الله يرحم الناس. خدت منك. جاهز نفسك؟ خش يا باشا على السؤال. بص يا صاحبي، ايه اكتر حاجه بتخاف منها بشكل عام؟ اكتر حاجه بخاف منها بشكل عام ان اشوف ربنا يا رب يدي والدتي الصحه يا رب، ان اشوف والدتي تعبانه. كانت في مره كده كانت والدتي جالها العصب السادس. ف يا رب فما اتمناش نشوفها تاني يعني. انما اي حاجه تانية بقى ما مش بتفرقش معايا قوي يعني. قد ما ممكن تبقى اذية الاهل اللي بتفرق مع واحد اكتر. سيرة والصحابة. سيرة عشان كده مصحى. اسأل دورك. هسألك سؤال خارج المنهج اسأل بره المنهج. ولا هلوبي. ماشي. بص يا سيدي، انت مشيت ايد واحده قبل كده؟ خطبت ومسك ايد خطيبتي. لا انا خطبت. انا ما بقولكش لما انت خطبت. انا بكلمك عن اللي قبل كده. يعني بقول الحقيقه. لا هو بص، ما مسكتش ايديها ليه؟ لان انا محترم. ايوه انا عارف. ايوه بس محترم بس. عايز افهم ايه ده. ده ازاي يعني ايه؟ يعني عشان ما اخش ذنب الخمس صوابع او تاخد ذنب الصوابع. بس انت لو كنت قلت لي. بس يلا. ماشي يا سيدي، انت لا تسال. ماشي. ماشي يا سيدي. بص، ايه اكتر موقف محرج حصل لك؟ يا لهوي يا لهوي يا محي، هو في موقفين يا محي؟ ده احكي بتاع القطر. بتاع قطر فين فيهم يا محي؟ بتاع القطر بتاع الكلية. بتاع الكلية. ده مصيبة. اليوم ده كنت في امتحان، تمام. وخارج انا وواحد صاحبنا اسمه ابراهيم، تعرف؟ انا عارف موقف. انت عارف لسه الموقف. مش عارفين. لا هم اللي مش عارفين. فاليوم ده احنا الصبح، يعني طلعنا من اسماعيليه انا الصبح مثلا الساعه 7. تمام. فاول ما نزلنا قلت له بقول لك انا جعان. قال لي ماشي ناكل سوا. قلت له خلاص نضرب ايه؟ قلت له بص احنا لسه على الصبح، احنا هنجيب ايه؟ فطيرتين وبس وقرص وبتاع وباتيه وبتاع كده. فجيب لنا شويه تحبيشه حلوه يعني. تمام. هو كل واحد بيجيب تحبيشته. كل واحد ما اعرفش. انت عارف ان انا بقى في الحاجات دي. فتحبيشتي انا بتختلف عن الاخرون يعني. تمام. فجبت تحبيشتي والدنيا تمام قوي زي الفل كده وخلاص. رحنا الامتحان، طلعنا من الامتحان على حوالي الساعه 12. فاحنا خارجين قلت له انا جعان. فهو راح جاي لي انت مش لسه حكي؟ ما انت اصلا عقبال ما وصلت كانت الساعة 9 اصلا. ايوه انت فاهم بقى. قال لي ما ماشي.
كده كده ابراهيم انت عارف انا مش معاك. فهي قلت له خلاص ناكل ايه؟ انا مش عارف، شوف انت هنجيب ايه؟ قلت له خلاص نضرب كشري. ضربنا كشري الدنيا تمام. الدنيا تمام. قلت له بقول لك ايه، ما تيجي كده الراجل ده عمال يعمل ايه؟ تقطيع وبتاع. هو اللي انت ما اعرفش هو جاي معايا كده انت فاهم، هو جاي معايا انا عمال انت فاهم. فايه قال لي في كشري وفي كفيل من الملوص في ايه تاني؟ مفيش مكانك. قال لي طب انا هاكل سندوتش. قلت له خلاص ماشي. انا طلبت لي ايه؟ تقريبا كان سندوتشين 3 كده حاجه زي كده. فالمهم ايه، انا اكلت من هنا يعني الدنيا اشتغلت. ده على طول، ده المفروض خلاص بقى ده مفيش ده. وبعدين ايه، انا يا دوبك يعني خلصت من هنا على طول بدأت بقى انت فاهم. يا ابني انا عايز الحمام. قال لي الحمام ايه؟ القطر هيطلع، القطر فاضل دي يعني خلاص القطر حبك دلوقتي بقى خلاص بقى القطر هيطلع وانا عايز اخش وعشان تركب القطر اللي بعده فيها حوالي ساعتين كمان ولا ده حاجة. خلاص بقى احنا هننام بقى، هننام في الزقازيق بقى. قال لا احنا هنركب قطر، هنركب قطر. قلت له انا حمام، انا مفيش حاجه اسمها قطر، انا هركب قطر هخش حمام. القطر مفيهوش حمام، انا هقعد بره هخش الحمام. المهم بدور قال لي في حمام جوه. قلت له خلاص اقفل الباب مفيش باب بيتقفل، اقفل الباب مفيش باب بيتقفل. خد يا ابراهيم انت تقف على الباب ده مفيش ممنوع اي حد يعدي من هنا خالص. انا بقول لك الناس اللي راكبه القطر عارفه ابراهيم بقى فاهمه شكل القطر عامل ازاي. لا وبعدين بقى ساعة مدرسة بعدين بقى مش خلاص. القطار المكيفه دلوقتي، القطار اللي قبل كده كانت اللي هي وبعدين ضرب احمر، انت مفيش اساسا نفس، والناس واقفه في الطرقه الحمامات وكله واقف. فابراهيم ده واقف ماسك الباب كده وهو واقف كده الباب كده ماسك الباب كده. الحمد لله وانا جوه بقى خلاص طمنت. اما خلاص بقى خدت راحتي بقى. بعدين انا بعمل حمام لازم املط. تمام. انا ملطت بقى انت فاهم، ويا ريتني ما ملطت يعني يا ريتني ما ملطت. انا لقيت ابراهيم جايب واحده الفكره ان كان في واحد من اللي هم بيعدوا بتوع الباعة الجايين دول في القطر تمام، فمعدي وفي واحده معديه، وفي اللحظه دي اصلا القطر كان بيتهز مع الهزه مع الضغط مع الضغط الراجل وابراهيم والست جوه عند يستنى بنت صغيره بنت شابه لسه برضه كليه كلهم ثلاثه عند اسلام محمد. تخيل بس الموقف الله يولع فيك يا ابراهيم. تخيل بقى ان ابراهيم تخيل بقى ان ابراهيم يعني قلت له بص الموقف ده ما تحكوش لحد. يا عم انت بتقول ايه؟ ما بحكيش لحد انا خلاص. ما قابلش واحد في الشله لما قال لهم اسلام حصل النهارده 2 3 4 5 6 7 8 ودخلوا جوه عنده الحمام وشافوه كانه فيديو بالظبط كان بيسجل. هو الناس كانت خلاص. اما كده الحمد لله كده يعني دورك يا اسلام. موقف ده طين. خد الموقف ده. عمرك كشيت على واحده صاحبك كش عليها هو كمان؟ لا ابتدائي. ما كناش نعرف. لا ما كناش نعرف. اما كده تبقى لا ما كناش نعرف. تعرف فاهم اصلا انا واسلام يعني انا لو كنت اعطيك اسلام ولا اسلام كان يفيد. ده حقيقه بجد بدايه معرفتنا ببعض كنا في ابتدائي. كانت سنه ثالثه رحت المعهد عندهم في المكان بتاعنا يعني المهم اللي نقلت فيه. وسنه ثالثه ورابعه وخمسه وسته كنا مع بعض. فكل السنين دي لا انا بطيق اسلام ولا اسلام بيطيقني. فاهم انا امشي من هنا اسلام كذا كذا وامشي من هنا محمد كذا كذا. تمام. المهم جينا في سنه سته فحصل معانا موقف. كان في ماسوره قدام المعهد بتاعنا. فاحنا كعيال يعني ايه بقى كل واحد بيحدف طوبه على الماسوره يعني ونشوف ايه الماسوره هتتكسر ولا مش هتتكسر والكلام ده كله. المهم معلم ده وانا واقف جنبه بس انا ما عملتش حاجه. المهم انا ايه معلم ده مسك طوبه الناس كلها بتاعت الطوب كده كده اهو كده اهو ده مسك طوبه كده اهو فاهم ويزيو والماسوره بتشيو ميه فوق. انا كنت نفسي اشوف الفضه فوق بقى. كمل انت بقى. المشكله ان اساسا المدرس طلع مين اللي عمل كده؟ هو انا بريء. محمد حامد اهو. بريء بقى ازاي من اللي انا عارفه. محمد حامد اهو. والله ما انا محمد حامد والله ما انت والله انت هتحلف هحلف. ازعل لا علي. مفيش. انت لا انت هاتوا لي الكلبين دول
مين بقى اللي تقف بقى وتقول مين شارك الحق بقى؟ مين ما شارك شافش الحق؟ حاجه. الكراش. اسلام بريء. انا شايفاه بعينيا، ان هو بريء. اسلام مصدق كلمتها هي عن كلمته هو. انت مجنون يا جدع، عايز اكدبها؟ لا تشك في لساني لو كدبت. المشكله ان الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها دي ربنا يصلح حالها، احسن ما اعرفش يتجوز ولا لسه. عمال تنزل حاجه مش عامل حاجه منها. تخيل انا لسه بنكش. المهم من كتر ما هي كانت متدينه وهي في ابتدائي، في سنه رابعه ابتدائي، فالمدرس القران داخل يسلم عليها بايده، فقالت له انا والدي قال لي ما تسلمش على الراجل بايده. قال لها يا بنتي انا المدرس بتاعك، انا زي ابوك، اكبر من ابوك كمان. احنا كنا احنا كنا في 5 ابتدائي. في 5 ابتدائي. المهم قال لها لا، قالت له لا مش هسلم، مش هسلم. فيعني بص لك انت تتخيل بقى تصورها في دماغك عامله ازاي. يعني بنت بالشكل ده وبعدين متفوقه. دحيحه. انا كنت بروح مع مدرس القران. دحيحه. يلا يعني كانت ايام، كانت زي الفل درس القران. يعني هو انا كنت بركز قوي في الدرس، يعني كانت اهم حاجه انا كنت بركز قوي. كذاب بصراحه. فانا كان نفسي الصراحه اقول لها حاجه. يلا ربنا يستر حالك. الحمد لله. ومين اللي كان سايق؟ انت. انا انا كنت سايق وانا بجاوب. استنى. عمرك سرقت قبل كده من محل؟ كنت في ابتدائي، بس مش كسرقه ان احنا بنسرق، لا احنا كمجموعه بنلعب مع بعض، فاللي ايه اللي يعرف ياخد حاجه من المحل، يعني من غير ما صاحب المحل ياخد باب، يعني فاهم؟ بتلعبوا يعني؟ مش كسرقه اللي هو انا اسرق، ده من باب الهزار. من باب الهزار واللعب. بس بعد كده رحت للراجل، غالبا كان بعدها باسبوعين ولا حاجه، و فلوس حاجه انا خدتها، بس كان موقف محرج قوي ان انا بقول انا خدت كيس شيبسي، فاهم؟ دي فلوسي. بس لما دي حاجه كويسه. لا هي حاجه كويسه، بس هو في نظر الراجل انت جاي تسرق، انا جاي تديني فلوسي. بس انا من صاحب المحل الصراحه كنت هعلقك زي الحاج في مصر. لا بس هو غالبا تصدق ما رضاش ياخد مني فلوس. والله غالبا. ايوه انا بقول لك موقف حلو. ليه؟ احنا كان عندنا شيبسي بربع جنيه وبنص جنيه، فاهم؟ مش مبلغ. ماشي، ما هو لا برضه فلوس برضه. لا يا عم انا كنت باخد ربع جنيه كنت بفكه، فاهم؟ فهو قال لي يعني غالبا عشان انت صريح معايا وكده، لا خلاص. بس اسال انت بقى. ماشي صح. لا نسيت نعمل دي، نسال من بره المكان. نسال من بره المكان. بالراحه. ماشي. خليك حنين يا معلم، مش انا. ماشي. بص يا سيدي، انا عايزك تحكي لي موقف تمام حصل لك مع حد انت كنت مرتبط بيه، تمام؟ والموقف ده انت شايفه انه محرج، يضحك، يعني موقف غريب. هو انا المفروض ان انا كنت خارج، المفروض كنا خارجين يعني، بس انا كنت خارج بطبيعتي، يعني كنت خارج معاه الشبشب عادي، الشبشب عادي كده. ده مش شبشب وانت خارج معاه؟ شبشب عادي بقى، ما انت فاهم، ما فيش اي حاجه. اول فيلم ما فيش يا باشا، لا ان احنا نختلف على الاخرون. لا وهي كان وضعها ايه؟ هي كانت عملت هي بصت كده بس. قلت لها ايه رايك؟ ما انا على طول هحلها ده انا بقى، عشان ما انا قلت لها ايه رايك؟ تقدر شبشب ورجليا زي الفل الصراحه، مع ان الصراحه شبشب كان هرب. انت قوي. شبشب مش ماشي من الحمامات بتاعت الجامعه. بس انا يعني ما يعني ايه، انا قلت هاخد. طب انت ليه ما لبستش مثلا كوتشي؟ ذوق عافيه هاخد. انت ليه ما لبستش مثلا حاجه ثانيه؟ ما انا كنت في الشغل بقى. يعني انت كنت في الشغل اصلا يعني؟ انا كنت في الشغل. تمام. والموضوع جاي لازم نخرج. فخلاص. فانا هاخد. كانت ساعتها لابس شبشب فخلاص بقى مش مشكله بقى. هي صوابع اللي خارجه ما انت قاعدين تتنفس شويه شغاله. تمام. اسلم بصراحه. بص يا سيدي، انت عمرك حبيت المدرسه بتاعتك؟ حب ايه يعني؟ حب ايه؟ لا في حب اللي هو كمدرسه بحبها مدرسه، ولا حب اللي هو عايز اتجوزها؟ حب تتغرف على طول، ما عندناش احنا. لا ما حصلتش معايا خالص. ليه بقول لك ما حصلتش معايا، دي ما فيهاش ليه، دي ما حصلتش، انا ما حصلتش. لا بقول لك احنا متفرقين عن بعض صغير. انا كنت حابب المدرسه مثلا ان هي كمدرسه بتاعتي، فاحبها مثلا تشرح لي، احب طريقه شرحها، احب اسلوبها كده، احب اتكلم معاها مثلا. لكن حب انا
يا لو الناس اللي كانت متجوزه وكده لا مش كامل. بس ماشي يا سيدي، خد بقى سؤال من بره المنهج كده، نبص الاول في المنهج وبعد كده نديك سؤال. طيب ايه اكتر حاجه انت نفسك تغيرها في شخصيتك؟ اكتر حاجه نفسي اغيرها في شخصيتي، كان في حاجه عمري ما اغيرها وفي حاجه نفسي اغيرها. عمرك ما هتغيرها عشان انت حاببها ولا عمرك ما هتغيرها عشان مش لا عمري ما اغيرها عشان انا حاببها. مم. الغيره. دي حاجه كويسه. لا في معظم الناس الغيره بالنسبه لهم حاجه مؤذيه، حاجه وحشه قوي، بص حاجه اوفر. اقول لك حاجه، لان انا هقول لك حاجه، ما اصلا انت بتغير بطريقه اللي هي يعني ريحتها بس كده ما تطلعش. هو ده الصح. انت فاهم؟ صوتها طب نفسه. هقول لك حاجه، فكرت الموقف امم سيدي وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لما كان في رحله الاسراء والمعراج، تمام؟ بتاع سيدنا عمر. فهو شاف بيوت المؤمنين كلهم يعني والصحابة وصور الصحابه وكده، فجاء عند بيت سيدنا عمر وما بصش عليهم. تمام؟ فبيقول لك انا ما بصيتش من غيرة عمر، انت متخيل؟ خشى من غيرة عمر. ما بقول لك انت فاهم؟ لكن انت تتخيل ان سيدي وسيدك الرسول اصلا ما رضاش يبص علينا عشان غيرة سيدنا عمر، فاهم؟ ما هو دي بقى بص من جمال لما انا اول مره سمعت فيها القصه دي، ما زالت لعند النهارده، وما زالت لعند لما بسمع اي سيدنا عمر بالذات لما في الغيره بتاعته، حتى لما دخل على زوجته في مره فلاقيها بتريح المال المسلمين. فلما بتريحه تحط له ريحه، تحط الفلوس ريحه، بتعطر الريحه، فالخمار بتاعها او الاشرب بتاعها بقى متعطر، فمسك الاشرب بتاعها مسكه في الارض، دعكه في الارض عشان الريحه محدش يشمها. انت متخيل؟ عشان محدش يشمها كان ممنوع اي حد يركب الدابه بتاعتها. ايوه مطرحها. انت مطرح يعني مكانها، يعني انت متخيل؟ هي دي نفس الغيره، دي حرفيا نفس الغيره. يعني انت انا بشوفها كده، يعني هي لو ماشيه من طريق ما احبش حد يشوف خطوه رجليها. انت بقى تيجي تتكلم، لما تيجي مثلا تتكلم مع واحده انت فاهم او تقول لها المعنى ده، انت بقى انت اوفر. انت طبعا مش تقول انا ما بحبش اشوف حد ماشي مطرح رجلي. لا بس هو يعني انا بكلمك في المعنى المجازي. انت فاهم اللي هو من شده الغيره، هو ده مش وحش. بص انت بتتكلم يعني الفرق بينك وبين مش هقول لك الانسان اللي هو الديوث، فاهم؟ يعني انا هي انسان ديوث، هو مالهاش تفصيل. الانسان ديوث، فاهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يدخل الجنه ديوث. خلاص ما فيهاش فصال، قال لك لا يدخل، مش مثلا ممكن وممكن، لا يدخل الجنه ديوث. قال من الديوث يا رسول الله؟ قال من لا يغير على بيته، فاهم؟ فاذا انت ما كنتش راجل بتغير على اهل بيتك فانت خلاص طمن كده يا صاحبي، وحجز لك كده مكان في جهنم، فاهم؟ واظبط لك دنيتك فيه حرفيا. ايوه صح. بس فربنا يهدينا ويهدي شباب المسلمين كلهم يا رب العالمين. والبنات اللي احنا بقينا بنشوفه بجد الايام دي صعب حرفيا، يعني احنا بنقلد تقلد. يعني هو كان في حديث اللي هو لو دخلوا جحر ايه فيها معناه، يعني اليهود لو دخلوا جحر فيه تعبان مثلا ولا حاجه زي كده احنا هنقلده ونخش وراها، فاهم؟ فاحنا بنقلد وخلاص، دي الموضه انا همشي في الموضه، الترند ده طلع نص شعري بره ونص الطرحه ورا، انا هعمل كده. الحاجه اللي نفسي اغيرها العصبيه. ملهاش حدود. ده انت انسى انك تعتبرها، انسى. يعني بحاول بس ملهاش يعني بحاول ما حاولت، انا بحاول بس هي يعني ايه رخمه شويه. تمام دورك. لو انت مثلا جيت تخطب واحد، تمام، ايه اكتر حاجه ممكن تضايقك فيها؟ بص السؤال ده حلو وشامل حاجات كتير قوي. سؤال حلو. انا خدته هنا بس شكلته. حلو ده. بص اولا في الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك تنصح المرأة بدينها وجمالها وحسبها ونسبها ومالها فاصفى بذات الدين تربت يديك. اهم حاجه الدين. كل الكلام ده كله بيحل المرأة وكل حاجه، بس الدين اهم حاجه. تمام؟ فناخد من كده ان الدين اهم حاجه في انها تتجوزها. تمام؟ متدينه بطبعها، يعني هي اصلا متدينه، مش تعمل كده عشان، فاهم؟ هي اصلا اخدها هي بتكون متدينه، فاهم؟ عارفه دينها صح، لبسها محترم،
تمام. فانها تكون متدينه، تمام، دي اهم حاجه عندي. وما بحبش العند، اكتر حاجه بكره العند، فاهم؟ اللي هو اقنعني عشان اعمل كده اهو، ما اقتنعتش انا مش هعمل كده اهو. لا، مفيش حاجه اسمها كده اهو، في حاجه اسمها الدين بيقول كده اهو، فانت تعمل كده اهو بس. فدي اهم حاجه عندي. فهي طبعا عارفه دينها، عمرها ما هتعاند بس. خلاص يعني، خلاص انت اتعصبت ليه؟ بس خلاص. ما تعصبش وعمال اسالك انا يا اسلام، تعالى. تعالى. ايه الحاجه اللي لو لقيتها في الانسان اللي انت بتحبها، لو عم اتخطبته او اتجوزته ولقيت فيها الحاجه دي، خصله دي، انت خلاص هتنهي، يعني هتنهي حتى لو وصلتوا ان انتوا مرحله انتوا خلاص اتجوزتوا؟ في الكذب والتحوير. انا في حاجه في حياتي، لو بتكذب فدي انا ما اعرفش امسك لك، مش عارف امسك لك يعني ايه. عم يقول انت بتفلفص فيه، فانت عمال تفلفص، فانت عمال تفلفص دي، تبقى انت في حاجه مش مظبوطه. انا بقى دماغي بتوسوس لي، طالما بتكذب يبقى بتحور، يبقى في مصايب، يبقى في كوارث، يبقى في وسواس معايا، يبقى خلاص كده، يبقى لا انهي على طول عشان ما بقاش في ثقه. يعني ما عم بقى اي كلام تاني، ما عادش في ثقه. طيب يعني انت الكذب لو موجود في الانسان ده، بص، اي حاجه تانية اقول لك على حاجه، اصل بص يعني تستحيل انك تلاقي واحده 100%. انت عشان خاطر تلاقي واحده 100% استحاله. انما انت عايز تعمل ايه؟ انت بتقول ممكن اتغاضى عن حاجات وممكن اقبل بحاجات. طب ايه اللي اتغاضى عنه؟ بقى دي بقى حاجات تفصيل، ما بتعرفش تطبخ بقى، انت فاهم؟ كوبايه الشاي ما بتظبطهاش، انت فاهم؟ انما بقى كذب وتحوير، اصل انا ما رحتش لاهلي النهارده، يعني انت مثلا نزلت الشغل وجيت بس عرفت اني رحت، لا انا مش. طب ما تقول ان انت لا، هقول لك وانا خلاص على لك المشنقه، ما انت رحت ده ماشي. اصلا هي ما عملتش اكل، فهي خايفه تقول ان هي راحت لاهلها وتسافر وما عملتش اكل. لا، كان ممكن يبقى الموضوع اسهل من كده بكتير. اتصل بيا ما فيش اكل، الدنيا بتمشي يعني. بس تمام، دورك. اللي لسه ما لسه لايك يعمل لايك، ولسه ما شافش القناه عشان محمد ما يضربوش يا جدعان. اسمعوا مني يا جدعان، الراجل ده بيتعالج وبياخد علاج، ولو ما تدوسوش لايك واشتركتوا في القناه وقلتوا كومنت في الفيديو، الراجل ده صدقني بص اهو بياخد علاج. يا سيدي، هل مره شاركت سر مهم مع شخص اخر؟ بص، هو السر يخصني انا ممكن اقوله لك، لكن كسر يخص حد تاني قايل لي عليه، او كسر حد تاني اصلا يخص حد تاني، لا استحاله اقول لحد. لا، ما دي كده يبقى انت فاهم؟ لا ده بجد. يعني مثلا اسلام انا شفت عنده حاجه، انا استحاله اقولها لحد. اسلام قال لي حاجه، انا عمري ما اقولها لحد، فاهم؟ بس ممكن حاجه بقى تخص محمد انا ممكن اقولها عادي. عمرك عيطت عشان واحده؟ مش بقول لك انا بحب ان انا اقول في حضانه. لا، ما انت بقول لك بحب في حضانه. لا، عيطت عشان واحده. عيطت. ليه؟ بس كده سابتك يعني ولا انت سبتها؟ ما هو حصل كده شويه حاجات كده خلت ان هي خلاص بقى لازم تسيبني بقى. هي هتتجوز، هي لازم تتجوز.